النهاردة هنتكلم عن الحركات الأساسية للكاميرا. نبدأ بأول حاجة عندنا الدولي كام. الدولي كام زي ما انتم شايفين عبارة عن عربية بتحمل المصور وعلى عجل، وبتتحرك في الأماكن المستوية في الغالب، سواء لليمين أو للشمال، بحيث إنها ما يبقاش فيه أي نوع من أنواع الاهتزازات. وطبعا زي ما قلنا بيشترط إنه المكان يكون مستوي زي المشهد اللي احنا شايفينه. تاني حركة اللي هي الكرين كام. الكرين اللي هي الرافعة اللي مرفوع عليها المصور، وزي ما انتم شايفين في المشهد ده الكرين كانت جوه البيت، وبتبتدي ترجع لورا لورا لغاية لما تطلع بره البيت، لغاية لما تيجي قدام البلكونة وتقف على الصورة. الشاريو. الشاريو هي عبارة عن دولي كام برضو، لكن متثبتة على قضبان، ودي بتبقى في الأماكن الغير مستوية عشان تضمن برضو عدم الاهتزاز. بنستعملها في الجناين، بنستعملها في الحتت اللي زي دي علشان ما يبقاش فيه اهتزاز. الترايبود كاميرا. الترايبود الكاميرا الثابتة اللي العنصر هو اللي بيتحرك لغاية عندها ويعدي من جنبها وهي ثابتة في مكانها. السيني ارم اللي هو الدراع اللي بيحرك الكاميرا تلت سواء لفوق زي المشهد اللي احنا شايفينه ده من تحت لفوق، او تلت داون اللي هي من فوق لتحت زي المشهد اللي احنا شايفينه ده. كاميرا اون جراوند. الكاميرا اون جراوند بحط الكاميرا على الارض، وبرضه العنصر هو اللي بيتحرك ناحية الكاميرا وبيعدي من جنبها. الستيدي كام وهي التتبع، الكاميرا المحمولة، وطبعا في دلوقتي ليها أجهزة معينة عشان تمنع الاهتزازات. البان كاميرا، حركة البان، اللي هي الحركة الثابتة أفقية سواء من اليمين للشمال أو من الشمال لليمين. مش شرط تكون 180 درجة، لكن ممكن تبقى أقل بهذا الشكل.